سبق وتكلمت على موضوع الغزو الثقافي. شفنا قبل أيام موضوع الحفلة وموضوع المراهقات اللي يبكي على هذا الفنان المطرب. هي بالمناسبة هي ليست بظاهرة وليست بحالة. أنا تكلمت السابق وتكلمت أنه الظاهرة يجب أن تعبر نصف المجتمع، والحالة تكون بأعداد. هي عبارة عن مراهقة أو مراهقتين، طفل وطفلين، وخلاص وانتهى الموضوع. يعني مو في الظاهرة سلبي، يعني أكيد الموقف سلبي، مو في الظاهرة اللي نقدر نتكلم بها، ولكن راح أتكلم بها اليوم لأن أستشهد بها على الكلام اللي تكلمته قبل. شنو اللي صار؟ اللي صار أنه أنا شفت هذا الفنان أو هذا المطرب موجود في كل حفلاته في اللي موجودة خارج يعني في بلاد معينة، أيضا المراهقات يمكن أو أطفال يكون. هاي صورة لعادات وتقاليد شافنها المراهقات قلدنها. ما هو الحل؟ شوف اخوان، انا كلامي الان يوجه بالمناسبه هذا احنا لا نكون ناس سطحيين ونقول سبب التصرف اللي من هذه الطفله او طفلتين سبب الحفله، لا مو موضوع حفله. كلامي موجه لاهل الفلسفه واللي متصدين للمشهد الثقافي والاجتماعي والديني. هذا غزو ثقافي. الغزو الثقافي سببه شنو؟ تأتينا صورة هذه الصورة تحمل عادات وتقاليد معينة، هذا يسموه غزو. هاي الصورة احنا ايضا يجب ان تكون لدينا صورة تحمل عاداتنا وتقاليدنا. صورتنا اللي تحمل عاداتنا وتقاليدنا يجب ان تكون ذات رفاهية اجتماعية واقتصادية، ذات امكانيات، بحيث تكون اقوى او اكثر كفاءة من الصورة القادمة. مثلا مثال جدا بسيط، مراهقة صورة فيلم، مراهقة تأتينا مراهقة تحمل عادات وتقاليد الغير. بالمقابل يجب أن تكون لدينا أيضا صورة لمراهقة تحمل عاداتنا وتقاليدنا. صورتنا تكون أكثر رفاهية اقتصادية، وأكثر رفاهية اجتماعية، وأكثر رفاهية تعليمية، في سبيل نستقطب المجتمع. ها هي الحقيقة. يعني إذا كانت الصورة اللي جايتني من فلان من الناس راكب سيارة 24، تكون صورتنا راكب سيارة 25. إذا كان قاعد هو صاحب المحتوى اللي دا يدخل عليه بالغزو الثقافي صاعد الذلة، احنا صورتنا تكون لازم قاعدة بقصر. هذا الكلام، هذا هو الحل. الصورة التي تحمل عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا يجب أن تكون ذات كفاءة عالية، أعلى رفاهية في الاقتصاد، في الاجتماع، في الدين، في كل شيء. يعني المثل الأعلى اللي عندنا يكون أفضل من الصورة القادمة. هذا هو الحل بالمناسبة. هذا هو الغزو الثقافي اللي أنا استشهدت في هذا الموضوع، وهو الحل. هذا هو الحل للغزو الثقافي، لهذه الأفلام أو هذه الصور اللي حاملة لعادات وتقاليد الغير الداخلة إلينا. يجب أن تكون لدينا صورة حاملة لعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا ذات كفاءة عالية من ناحية الرفاهية المادية والرفاهية الاجتماعية والرفاهية التعليمية. نكون احنا أعلى المستوى مالتنا في سبيل ننشر عاداتنا وما تنتشر عاداتهم. بالمناسبة أنا تكلمت عن الموضوع هذا، يعني هذه ما أعتبر اللي حدث هي ظاهرة أو حال، لا أبدا. هي عبارة عن طفل أو طفلين، مراهق ومراهقتين، وخلاص ما تمثل المجتمع. نسائنا بخير، بناتنا بخير، الحمد لله والشكر.